عالسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. بون فترة صحيحة صعيبة على العباد الكل، على اللي في بلاده وعلى اللي مش في بلاده. يمكن اللي يبدا مش في بلاده تبدا له اصعب، اما نقولوا كان الحمد لله. اليوم اول مرة يهبط الثلج، اما في ساعة رجع ذاب، زعما سخنا في ساعة طلعت توا فتنا 3 ولا 4 دوغري، كنا 0 الصباح حاسيلو. والله مش من عادتي نخرج نعطي رايي هكا فوا فيف، والا في حاجات هكا نتكلم جوست نكتب كلمات او نبارطاجي تصاور او حاجه. اما ساعات والله ثم حاجات بالحق الواحد لازم يعطي رايه فيها ويتكلم فيها بكل صراحه. باش نحكي بيان سور على المقاطعه، لكن اللي نحب نقوله الساعه الحكايه اللي صايره هالايامات على لي انستغراموزات وشنو، مانيش ندافع عليهم ومانيش نحارب فيهم، الوانسا انا نغزل الحكايه من وجهه نظر محايده وتجم تقول من البعيد، فهمت؟ كان انا باش نعتبرهم كعباد عايشين من حكايه انهم يعملوا لي بوبليسيتي ويعملوا لي بارتناريا. يمكن الطريقه في الكلام غالطه، لكن في الاخر هذوما عباد لازمهم يخدموا ils doivent honorer leur contrat، فهمت؟ احنا متى ما يعجبناش اللي يعملوا فيه او مش موافقين او اللي يقولوا فيه غلط، ما علينا كان نتفاداوهم وما نتبعوهمش وفات الحكايه. دونك ماذا بينا من ديما في تونس عندنا صنعه تصير حكايه نعملوا منها طاوله و4 كراسي وعباد تبارطاجي وعباد تسب وعباد معاه وعباد ضد، الوغ هي الحكايه ريالمون بالحق ما تستحقش. هذوما عباد هما هذه وجهه نظرهم في الحياه، فيها الصحيح وفيها الغلط، عملوا حاجات باهيه عملوا حاجات غلطه قالوا كلام غلط، انت من وجهه نظرك ما يصيرش، ما غير لا سبان لا حتى شيء لا تطيح قدر لا عاملين مشاكل. هي ديجا المجالس امانات، ثم خيانه في الموضوع. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك اذا حدثك احدهم ثم التفت فتلك امانه. هذوما يحكيوا على اساس في بلاصه مسكره في بينات بعضهم ويلوجوا في حل زعما لمشكلتهم ولخدمتهم، تقعد هي خدمتهم مورد رزقهم هذوكم هما كيفاش تحطوا في السيتواسيون هذيك معناه. دونك ديجا الحكايه من اصلها ما هيش كوريكت، ما هيش صحيحه، فهمتوا؟ دونك انا في تونس اللي بهتني انه نبداو ماشيين في ثنيه صحيحه وبعديك تصير حكايه تافهه لا ما عندها حتى قيمه وحتى معنى. العباد الكل نخليو المهم والعاجل واللي عنده امبورطونس في الحياه ونتلهاو بحاجات فارغه هكاك نسيبوا فيها طاقتنا ونخرجوا فيها الحاجات المشومه اللي فينا الكل، وتولي العباد تحكي والراديونات تحكي وتلفز تحكي، فهمت؟ وندخلوا معناها في عجاجه نتاع حاجه انوتيل. المهم كل واحد يخدم ربي عينه، وفي الاخر الانترنت محلوله، كي واحد يجي يعمل لك بوبليسيتي على اي حاجه تجي تمشي تثبت اسكو هي مفيده مش مفيده، يدعم ولا يقاطع، وانت وقتها تاخذ رايك. راهو مهما انسان كي يعمل لك بوبليسيتي، مهما شركه او مهما عبد، راهو مش على خاطرك تحبوا نمشي نشري خاطر هو قال، ديما ثبت، فهمت؟ انت في الاخر ربي عطاك عقل تميز به، هو يحب يعمل بوبليسيتي هو حر كما نقولوا يتحاسب على اللي يعمل فيه، وانت وغيرك كي هو يعمل بوبليسيتي وانتم ما تشريوش ومولا البوبليسيتي يرى انه العبد هذاك ما عندوش تاثير، وانه حتى كي عطاه فلوس وتفاهم معاه حد ما تبعه وحد ما شراه بطبيعته ما عادش مش يتعامل معاه. دونك معناها في الاخر حتى كان اي عبد من المؤثرين ما بين قوسين عمل بوبليسيتي على حاجه نورمالمون ما تصيرش عليها بوبليسيتي، ولا وانه هما ما يعملوش كان على الحاجات اللي لازم نقاطعوها، ينجموا يعملوا على حاجات معناها صنع محلي ومشاريع معناها بتاع بيت تسكن في تونس مثلا. لكن انت عينك ميزانك ومخك فيك شاهد الله عليك، معناها ما نقعدوش نعيشوا بعقليه نسيب ديما نطيش المسؤوليه على العباد. هذه حاجه ثانيه نحب نحكي بربي في المقاطعه.
قاطع قاطع قاطع. هاو احنا هوني وبعاد وكل، ونحاولوا رغم انه احنا عرفت تحس بروحك اوبليجي تعيش معاهم، واوبليجي ساعات كيما باغ اكزومبل توا باش تصب الثلج مش نستحقوا الباله والراكليت وشنو باش نحيو بيهم الثلج بيها، وقاطعنا مثلا سيبوزون اللي مشيت له ساعه كنديان تاير، لو فرضنا انه هو مع الاخرين فهمت، وجيت انا قاطعت اي نحي ثلج بدايه، اعطيتوني بديله بربي سامحوني، نقولوا نقاطعوا اوكي معاكم وعلى طول الخط وعنده تاثير وكل شيء، لكن بربي كان نقلبوها الايه، كان هما يقاطعوا، كان هما يقاطعوا ما عادش يبعثوا لك الدبش، كان هما يقاطعوا ما عادش يبعثوا لك الماكله، كان هما يقاطعوا ما عادش يبعثوا لك الدويات. راح قولي شنو نجمو نعملوا كي احنا نقعدوا معناها انسان عريان ويتقبح، معناها قبل ما نخمموا في المقاطعه نخمموا نزرعوا البديل قبل، والمقاطعه كي باش نحكيو على المقاطعه سامحوني بربي يا اخي قاطعنا احنا الفوضى وعدم الوقوف في الصف، قاطعنا التكركير في الخدمه، قاطعنا انه واحد يجي مخر ويروح بكري من خدمته، قاطعنا كلمه ارجع غدوه، قاطعنا التهافت على السكر والحليب واللي وما الى ذلك. حتى راهو هذيك مقاطعه، انت كان تقاطعوا الحليب والسكر وكل مده من زمان تو يوليو على بعضه. احنا كي قاطعنا بون في تونس كي قاطعوا معناها لو لوندومان ولاو رانسات الحليب مطيشين بارتو، معناها سو كي بروف انه التهافت هو اللي يخلي الحاجه ما عادش موجوده وهو اللي يخليها غاليه. دونك انا نشوف انه نقاطعوا التصرفات الغلطه، الاخلاق المشومه، السبان، الكلام الخايب. انا قداش من مره نهبط بابليكاسيون نقول لكم معناها نطلب من العباد اكتبوا الماركات التونسيه اللي ما نجموا نلقاوها كبديل، نشجعوا بعضنا، اصحاب المشاريع الصغرى والكبرى والعباد اللي الارتيزانال وكل بخل حتى باش تقول على مارك معناها رفض انك انت تتقاسم مع عباد تجربتك، انك تنصحهم بالنصيحه، يعني نبخلوا حتى بالنصيحه على بعضنا. كيفاش تحبونا نقدموا نلوجوا في الكيستيون دو فاسيليتي؟ راهو قاطع ما نشريش، سيت اون كيستيون دو فاسيليتي ماهوش حل، خاطر كان هما يقاطع ما يبيعلكش تو وقتها بالحق تولي تقرق بيه باش يرجع يبيعلك. دونك قبل ما نلوموا علي معناها تجرأ علينا وعفص علينا وتعدى حدودنا، لازم نلوموا على رواحنا، خاطر هي يقول الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك الامه ما تهلكش لا من قله ماكله، لا من قله صحه، لا من حرب، لا من حد شيء تهلك منها فيها، خاطر احنا اللي هلكنا رواحنا، احنا اللي خلينا رواحنا نوخروا، احنا اللي ما احناش نخدموا الحاجه باتقان باحسان بضمير. الفوضى ما نحترموش القانون، اي واحد ساعات نهبط حاجه كي نقول قاطع يقوموا العباد تسب وتقول ودوفيز وانت عايشه وانت خذيت شهاده في تونس وهربت من بلادك. شكون قال لك انا مانيش قاعده نساهم باش نبنيها؟ شكون قال لك انا مانيش قاعده نعاون في بلادي؟ معناها انا راني كي نتكلم نعرف اني باش نتحاسب على كلمتي، دونك كي باش نتحاسب على كلمتي نعرف روحي شمش نقول. انا كي نبارطاجي حاجات هوني من كندا مش معناتها اجاو اشريو من كنديان تاير الساعه يقولوا لي المقاطعه ما قلتلكش اشري منها، انا دخلت وخرجت جوست صورت، اما خذ فكره من العباد كيفاش تقدمت، كيفاش تطورت، كيفاش منظمه، كيفاش تخدم، خذوا منهم الافكار. قاطعوا ما تشريوش برودوياتهم، لكن هما خذوا اخلاقنا، ارجعوا مع احنا مقاطعين اخلاقنا، مقاطعين تربيتنا، مقاطعين اصالتنا. في بالي صار الوقت باش احنا نرجعوا بالحق للفون، للصحيح، للاخلاق، للمعاملات الصحيحه الطيبه، للاحترام، للقرايه. عادش بيه اتو مومون تجم ترجع تقرا، تجم ترجع تتعلم صنعه، ما نقعدش انا خذيت شهاده ومطيش اوكي وبعد نزيد نتعلم، نزيد نقرا، نزيد نشوف نعمل اي حاجه اخرى تخليني نجم نقدم، نجم نعمل اضافه من موقعي انا باللي نجم. معناها حد ما طلب من حد انه هو يكون المنقذ للبلاد، اما كل واحد يتحرك، كان كل واحد فينا من موقعه يعمل اللي نجم ويخدم الحاجه اللي يعمل فيها بضمير ويخدمها كما يجب، هكا كنا نقدموا كيما الجماعه اللي في البرة، كيما الجماعه اللي في تونس. وصدقوني معناها لو كان نهار
معناها البلاد ترجع تمشي شويه هكا على السكه شويه برك. تو كنا نرجعوا، مش معناتها راهو عجبتنا العيشه هوني، واحنا ديما نقولوها. انا واحده من الناس، ثم حاجات باهيه، فما برشا حاجات مشومه، وفما برشا حاجات تونس خير بياسر من كندا، لكن العباد ما تحبش تسمع، ما تحبش تصدق. اوكي مش مشكله، اما معناها كان ما يجيناش يجي يقول لك شبيك ما تجيش، ماهوش الكلام هذا اللي باش يوصل. ماهوش كي انت شعملت في البلاد غادي باش تخليني نجي. انت كان نجي انا نحب نصلح، انت باش تعاوني. انت اول عبد يمكن تعطلني باش نعمل الحاجه اللي نحب نعملها باش نصلح. ولهذا راهو لازمنا نبدلوا العقليه، لازمنا نعملوا مقاطعه للفوضى، مقاطعه للكلام المشوم، مقاطعه للقلوب الكحله، للحسد، للبخل، للفوضى، للي تحبوا. ولازمنا نرجعوا نربطوا علاقتنا باخلاقنا، بعاداتنا، بتقاليدنا، بحبنا للقرايه، للنظام، انك تبني، وما نقعدوش نرميو ديما في اللوم على غيرنا. هما عملونا، هما قتلونا، هما يعطونا في برودويات مش باهيه لصحتنا، هما يعطونا في دويات خايبه. باهي اصنع انت، انتج انت، اعمل انت. توا وقتها هما يوليو يقرقوا بيك، وقتها هما يوليو يشريو من عندك. اما تقول قاطع وعرك ومعروك وسب على حد شيء، اقسم بالله كان يقصوا علينا الدواء ولا يقصوا علينا الماكله اللي ما ترجعوا انتم تعملوا حمله للسلام العام. يولي معناها راهو اسمعني، اوكي كله باهي ونفسي ويد واحده وكله جسر، الى متى قاطعوا نقعدوا قاعدين كتفوا يدينا ما نعملوا شيء؟ ما عملنا شيء. مش يجي نهار والريزيرف اللي عندك انت تقاطع تو، خاطر مازال عندك كريم وشامبوانات اما نهار اللي يوفيه باش ترجع بالسياسه كيما جماعه الاخرين وتشري بالسكته وتقول ربي سامحني الله غالب منين باش نشري. دونك يا جماعه معناها راهو قبل ما نتقبحوا في اللي اقوى منا مالوريزمون لازم تكون عندنا احنا القوه الكافيه والكاباسيتي الكافيه باش نجموا ونواجهوه كان بإقرأ، نواجهوه كان بالعمل، فهمت؟ ونواجهوه كان انه احنا نكونوا الاتقان والاحسان، وعباد نكونوا نخدموا بضمير. توا نوصلوا، ما هيش مش تتحل المشكله اليوم او غدوه او بعد غدوه، فهمت؟ راهي ما تتحرر فلسطين اللي ما نتحرروا احنا من برشا عقليه خايبه، من برشا بغض، من برشا بخل، من برشا حزد، من برشا كلام مشوم وسب عليه هذا الكل. وكل مره تصير مشكله هكاك في تونس، تصير مشكله على نابورت كوا، والعباد تبارطاجي والعباد تحكي وتليفز والكراديونات، وفي الاخر ما نلقاو حتى شيء. عرفت تحس روحك كنت في عاصفه، كنت في فوضى، على شنو؟ على حتى شيء. دونك بعد تقول قاطع، ابدا قاطع طريقه العيش الغالطه، طريقه التفكير الغالطه، وبعديك قاطع الحاجات اللي انت اصلا ماكش قادر باش تعوضها، ماكش قادر باش تصنع كيفها، ماكش قادر باش تلقى البدائل نتاعها. دونك انا هذه كلمتي، مش معناتها نشجع انك ما تقاطعش، كبدايه، كخطوه اولى، كخطوة في طريق أنك تفيق على روحك وتصلح باهية. أما ما هيش حل أبدي. الحل أنك تنتج وتولي مكتفي بذاتك، مكتفي ببلادك، مكتفي بمنتوجات بلادك. مش أنت أول واحد تجي تسب منتوجات بلادك، مش أنت أول واحد تجي تفسد منتوج بلادك باش بعديك كي تبيعوا لبرا يقولوا عليك غشاش. دونك هذا الكل راهي ما هيش، راهي فلسطين ماهيش باش تتحرر بارتاج على الفيسبوك هكا وكلام وعرك. نو، ماهوش هذايا. حتى وكان صنعنا فيسبوك اخر وانستغرام اخرى، مش الفايده نقعدوا نحكيو فهمت؟ كنا نحاولوا قاعدين من برا، نحاولوا نعملوا اللي نجموا، نعاونوا باللي نقدروا، ما نقصروش. خاطر كي نخرجوا نعرفوا قيمه بلادنا، نعرفوا قيمه الاهل، نعرفوا قيمه الصحاب، نعرفوا قيمه الشهاده اللي خذيناها، نعرفوا قيمه الخبز اللي ناكلوه، البحر، الحوت اللي تحبوا، الكل نعرفوا قيمته ونقدروه، ونحاولوا بالحق معناها نرجعوا له باللي نجموا. لكن انتم زاده من وسط البلاد، حتى وكان تحسوا انكم مظلومين، انكم ضايعين، انه الحياه صعيبه، جو كومبخون، هذا كل راني فهمته وحاسه بيه. مش معناتها انا قاعده توا عايشه في جنه وانتم عايشين في الجحيم. اما باش انت تجم قبل ما تحرر فلسطين، حرروا عقلياتكم، حرروا طريقه عيشكم، حرروا نفسياتكم. تو هي تتحرر وحدها، تو هي تتحرر، ماهوش مستحقين نرى. خاطر كان كنا احنا عندنا نفس الثقه بالله ونفس التشبث بالوطن ونفس الاصرار على الهدف والعزيمه، رانا لاباس علينا.
معناها لازمنا بالحق نتعلموا منهم. اش معناتها واحد يبدا مؤمن بقضيه، يبدا مؤمن بهدف، يبدا مؤمن انه هو باش يوصل تو تار فوق 70 سنه تقريبا وهما قاعدين معناها في بالي ما فماش واحد يتعذب قدهم. معناها باللي باش نكونوا تعذبنا في بلداننا، في بالي ما فماش حد تعذب قدهم، ما فماش عبد ترزافي وحيد من افراد عائلته قدهم، معناها في كل شيء تقريبا. معناها حان الوقت باش نوليو نغزروا الاشياء في المفهوم الواسع، ما عادش نقعدوا في المفهوم الضيق تاعش معناتها ان ندافع على القضيه، وش معناتها نقاطع، وش معناتها نستشهد، وش معناتها نجاهد. راهو كي حتى كي تحاول باش تقرا على روحك كوريكتومون تتسمى مجاهد، تخدم كما يلزم يتسمى مجاهد، ما نعرفش معناها تتصلح من اخلاقك تسمى مجاهد، تربي صغارك على التربيه والاخلاق اللي احنا تربينا عليها قبل تتسمى مجاهد. هذا كل جهاد راهو فهمت. لازمنا نتعلموا نحلوا مخاخنا، نحلوا ونشوفوا الحاجات في مفهومها الواسع، نشوفوا الحاجات في مفهومها الواسع ونطبقوا ونبداو متاكدين انه النتيجه مش تجي، مش مشكله احنا حيين مش حيين مش مشكله، المهم باش تجي النتيجه وقتها بقدره ربي كنا نوصلوا الحل. سامحوني يمكن حكيت بطريقه مش مستسه نحكي بها قبل، اما بالحق راهو خاطر يمكن احنا في البعد نحسوها الحاجه في 10 وفي 100 وفي 1000 وعايشين معناها عايشين هكا وعايشين هكا، معناها عايشين معاكم لكن عايشين معاهم، عايشين كما نقولوا زوز حياتات معناها، ونتحطوا في ظروف تجبرك ساعات باش تحاول تلقى التوازن اللي هو صعيب ما بين انت شو تحب تكون وشو تحب تعمل وما بين شنو الانفيرونمون نتاعك يفرض عليك. دونك ما تزيدوش تصعبوا علينا، عاونونا بالحق عاونونا، خاطر كان انت ما تصلش تعاون ولد بلادك باش يجي هو يعاونك، راهو حد ما ينجم يعاونك، ما يسدوا عليك كان اهلك ومالك وحتى اهل بلادك اللي هما البرة. كان نهار بالحق تتحللهم الفرصه صدقوني لا يقعد فيها واحد بارتو دون لو موند، صدقوني. اما برك سهلونا الجايين، يرحم والديكم، ونتمنى لكم الكل راهو الخير من كل قلبي. اللي يحب يجي مرحبا بيه، واللي يحب يقعد ربي معاه، واللي يحب يعمل اللي يحب ان شاء الله ربي يوفقه. فقط نتعلموا نحبوا بعضنا، ونتعلموا نكونوا نوسعوا بالنا، ونعملوا الحاجه اللي ننتظروها من العباد انهم يعملوها لنا. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. صدقني كان نطبقوها والله تونس والدنيا الكل تولي بخير. نتمنى لكم الفرحه والسعاده والتوفيق والنجاح للجميع، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات في سيتواسيون ما خير بقدره ربي. نشوفكم على خير ان شاء الله، بسلامه.